كيفاش كتقولوا القطيع موجود والعرض أكثر من الطلب، والمواطن المغربي داخل السوق كيتصدم بأثمنة خيالية؟ فينا هي الحقيقة وفينا هي المراقبة؟ اليوم المواطن البسيط ولا كيشوف الحولي بحال حلم بعيد بسبب سماسرة الإزامات والمضاربين اللي حولوا عيد الأضحى من فرحة دينية إلى معاناة اجتماعية حقيقية. أسرة كاملة كتخدم العام كامل، في الأخير كتلقى راسها عاجزة تشري أضحية بثمن معقول. هادشي ماشي معقول، وهذا الصمت زاد من غضب الشارع المغربي. إلا كان العرض بين 98 مليون رأس كما صرحت وزارة الفلاحة، علاش الأسعار شاعلة؟ شكون المستفيد وشكون حامي هاد الفوضى؟ نطالبوا وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة بالنزول الفوري للأسواق ومحاسبة كل محتكر ومضارب كيلعب بقوت الشعب المغربي. المواطن اليوم ما بقاش باغي تصريحات، المواطن باغي أفعال حقيقية توقف هاد النزيف. عيد الأضحى ما خصوش يكون كابوس للفقراء، وكرامة المواطن المغربي خط أحمر.